صباح الخير. يا رب بس المايك يكون تمام، مش عارف ارفع التليفون اكتر من كده يعني. النهارده اخر يوم امتحانات، يا رب السماعه دي تكون شغاله في التسجيل بتاع الميكروفون. النهارده اخر يوم امتحانات وخلاص يعني، خلص الترم او السنه بحالها الحمد لله. الناس بتصحى تلاقيهم بقى محضرين القهوة وعاملة الفيديو بيبدأ معاهم، فاهم؟ بيصحى بقى تلاقيهم بيجيب لك صلاة الفجر ومش عارف ايه. الواحد طلع من هنا يعني من على الشغل على الامتحان، وهيخلص امتحان هيبقى عنده شغل تاني يعني. ف دي حاجة صعبة يعني. اللي عنده القدرة ما يشتغلش ايام الامتحانات خالص يعني، يحاول يخلي الفترة بتاعت الامتحانات دي هو هيقعد يذاكر فيها، يراجع فيها، يعمل اي حاجة غير انه يشتغل. فبس خلينا يعني نقضي برضو يوم برضو النهارده مع بعضينا كده، عشان محتاجين نتكلموا شوية كتير يعني قدام الكاميرا وكده. فبس خلينا يعني كده نركبه الأول، نقرا أذكار الصباح عشان صليت الفجر وما قريتهاش، نشوف اليوم هيخلص ازاي يعني، ولا هيمشي ازاي. حاسس ان انا بقيت بحب افتح التليفون كده، ولما صورت كمان الفيديو اللي فات وكمان ده كان احسن. حابب ان انا في ناس بتبص كتير يعني، حابب ان انا اخلص الفيديو كده ونتكلم. طيب، وصلنا الكلية يعني وامتحاننا الحمد لله غير امتحان. عايزين نظبط المايك. اللي هو كان حرفيا يعني ما كناش هنمتحنوه. حصل موقف يعني ما كناش حابين نتطرفوا ليه، بس ممكن نحكوا بسرعة. رحت بيبقى فيه مكانات ATM بتاعت البنك بتاعتك وكده. فانا عامل حسابي ان انا يعني مثلا ما بمشيلش فلوس كتير يعني، ممكن ابقى معايا 50 جنيه 100 جنيه يوم، لما يعني اقول اقضي بيهم يوم يومين على حسب ما يقعدوا يعني، بس ما بمشيش بمبلغ كبير في جيبي اكتر من كده يعني. فالمهم المبلغ خلص اللي كان معايا، فروحت اسحب من الفيزا ومعيش فلوس ان انا اروح الكليه ولا حرفيا ولا جنيه في جيبي، بس عامل حسابي ان انا كده كده هطلع من الشغل، هعدي السكه في مكنه ATM، هسحب منها اللي هسحبه. خلاص خلصت كده. فروحت للمكنه احط الفيزا، اكتب والله يقول لي مفيش فلوس. مفيش فلوس في المكنه، مش مفيش فلوس في الفيزا. هكذا 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 في 3 مكانات قدامي نفس الشركه تبع البنك بتاعي. فلو انا هلاقي في اي واحده فيهم. المهم خلصت ال3 وانا مش لاقي ولا واحده فيهم. الامتحان عندي 11 ونص، والساعه دلوقتي 10 وتلت يعني، فاضل لي ساعه و10 دقايق وانا معيش فلوس اركب. فعقبال بقى ما اروح البيت ومش عارف ايه، ده هيبقى حوار، وكمان هياخد برضو ان انا اروح البيت، فانا محتاج فلوس ان انا اطلع من الشغل للبيت. فحسيت له انا كده قلبي انقبض، حسيت ان انا مش هروح الماده يعني. مش فكره بقى ان هو انا بقالي طول الترم بذاكر ومجهود الترم هيروح وكده يعني، على قد ما فكره ان هو انا مش هروح الماده اساسا يعني. ده شيء مرعب لوحده. فبس يعني فحسينا قلق كده، بس الحمد لله مشينا بعدها بشويه، لقينا في ATM بتاعت بنك تاني حد نصحني قال لي خش جرب، دخلت جربت الحمد لله طلعت فلوس، رحت الامتحان. من المواقف الصعبه يعني، حسيت للحظه كده ان انا خفت يعني. بس الحمد لله دي امتحاننا واخر مادة وعدت على خير. عايزين نقول برضه كلمتين كده، بس مش عارف نقولهم هنا ولا لا، عشان الشمس ضاربة في وشي يعني، حرقاني وانا لابس اسود اساسا. فممكن نحاول نشوف نقعد في مكان تاني. طيب ما لقيناش مكان نقعدوا فيه تحت في الجنينة. خلصت الامتحانات واللي بيصوروا اخر يوم وكده، طلعنا الدور الرابع فوق، قعدنا كده على السلم. من الحاجات اللي حسيت بيها الفترة الأخيرة حوار الطاقة ده، ان انت تجدد طاقتك. وبما ان اساسا محتوى القناه بوستيف انرجي وكده، فان انت تجدد طاقتك في ان انت تبقى عندك القدره ان انت تقعد تشتغل وتنتج، سواء في شغلك سواء في دراستك سواء في كذا حاجه يعني. وما تأثرش، بتحاول على قد ما تقدر ما تأثرش في واحد فيهم، فده بتبقى حاجه اغلبيه الوقت صعبه يعني، صعب ان انت تعرف توصل لها او ان انت تحققها. ويعتبر من سكك ان انت بتحاول توصل للمثالية او الكمال، ودي حاجة طبعا مش من صفات البشر اساسا، ومحدش من البشر بيعرف يعملها، ولو بيعملها في نقطة واحدة في حياته عموما، مش بيعملها في جميع النقط. وياما ناس عندهم شركات وعندهم حاجات، لما جم سألوا او هم خلاص في سنينهم الاخيرة كان نفسكم في ايه، قال لهم كان نفسنا ان احنا نقضي وقت اكتر مع بيتنا واسرتنا وعائلتنا. وكل واحد طبعا رد ردود مختلفة، بس ده كان اغلب الوقت بيترد الرد ده.
ففكرة ان هو انت تعرف تبقى كامل في كل حاجة او مثالي في كل حاجة، ده حاجة صعبة ومستحيلة يعني توصل لها. طيب مال ده برضه بمضمون الكلام اللي انا عايز اقوله. الكلام اللي انا عايز اقوله بقول لك ان انت محتاج طاقة، محتاج طاقة ان انت حتى عشان تحاول تبقى كويس في مجال واحد انت محتاج طاقة كتير قوي، محتاج تبذل مجهود وتبذل شغل وكذا حاجة يعني. انت محتاج تجدد طاقتك كتير ومحتاج تجدد طاقتك في اوقات كتير، وده بقى حاجة صعبة اليومين دول يعني، او في الوقت اللي احنا فيه، خصوصا لما بتحصل لك مشاكل في حياتك وانت الطاقة ممكن مثلا تقسمها لثلاث جوانب: طاقة جسدية ودي يمكن اسهل حاجة فيهم، وطاقة نفسية ده يبقى في صوت، وطاقة نفسية وطاقة روحانية. الطاقة الجسدية دي ان انت مثلا بتعمل حاجة وانت جسمك تعبان بس انت من جواك راضي بنفسك وحابب ان انت تعمل الحاجة دي، ودي يمكن زي ما بقول لك اسهل واحدة فيهم، ان انت حلها ان انت بتنام، ممكن تروح تتمرن شوية مش عارف ايه، بتلاقي الدنيا مشيت معاك. لجسدك عليك حق ودي حقيقة يعني، ولو ما اديتش جسدك حق مش هيديك، حتى لو انت مثلا في سن 20 وحاسس ان انت كويس ومش عارف ايه، لما توصل لسن 30 ولا 31 والكلام ده. طيب نزلنا دور تاني، ورب تبقى الإضاءة أحسن من فوق، أو حاسس إن فوق كانت أحسن. خلينا نرجع نقول إن أسهل حاجة الطاقة الجسدية إن أنت ممكن تجددها يعني. الطاقة النفسية والطاقة الروحية ممكن تحسهم شبه بعض بس هما مختلفين يعني، وخصوصا في المصدر اللي بيديهم الطاقة يعني. فالطاقة النفسية دي حاجة ما بينك وما بين نفسك، فاهم بقى، طبيعة التعامل مع البشر وعلاقاتك ومش عارف ايه، كل ده انا بندرج بالنسبة لي انا تحت الطاقة النفسية. الطاقة الروحانية دي ملهاش حل واحد غير ربنا، هو نفخ من نفسه فيك، فاهم؟ دي روحه، فانت عشان طاقتك الروحانية تتجدد فانت محتاج ان انت ما تسيبش ربنا في اي وقت يعني، سواء صلاة صوم اذكار، طبعا ده انسب وقت يعني ان انت تبقى قريب من ربنا. هتلاقي طاقتك الروحانية ظبطت معاك. انا الفترة اللي فاتت بصراحة ما كنتش بمر يعني لحد دلوقتي ستيل، بس الواحد بيحاول يتعافى. مش احسن حاجة بالنسبة للتلاجة يعني، بالنسبة لان انا بخلص شغل واطلع على الامتحان واخلص امتحانات اطلع على الشغل، الطاقة الجسدية رايحة بدها يعني مؤشرة الساعة اساسا في النوم والحاجات دي حرفيا ساعتين 3 4 5، وكمان بيبقوا متقطعين يعني مش دايركت، فدي مشكلة. طبعا مع ان انا بحاول اذاكر وانا في الشغل ما مش عارف ايه، برضه مش بدي المجهود الذهني لنفسي كامل يعني. حتى لو عايز اعمل برومودورو 25 دقيقة ممكن على الدقيقة 20 حاجة تقطعني، ممكن على الدقيقة 5 حاجة تقطعني، ممكن على الدقيقة 10 حاجة تقطعني، ممكن اخد جلستين من غير ما حاجة تقطعني. هي بتبقى ماشية على التسهيل، مش ماشية بقى بورقة وقلم خالص. ويعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي الواحد بيحس ان هو ممكن يبقى كويس فيها اللي هي الطاقة الروحانية يعني. فربنا يثبتنا يعني على قدر الله، ثبتنا على ديننا وصيامنا وقيامنا وصلواتنا. الفترة اللي فاتت يعني كانت صعبة بجد، مش حاسس ان هو انا يعني الصبح انا حسيت ان انا عايز اعمل فلوج النهارده بسبب يعني الحوار ده يعني، حسيت ان انا عايز اقول الكلام ده، خصوصا ان الفلوج اللي فات اللي هو بيتمنتج خلاص الحمد لله، بس فضلت رفع. ارتحت فيه جدا، حسيت حتى ان انا اتكلمت شويه قدامكم، فانا الدنيا معايا بقت ابسط يعني انت بتطلع حاجه برضو بنفسك جواك، ممكن ما تعرفش تقولها لحد بس ممكن تقولها للتليفون وبعد كده تتمنتج وتنزل، فدي حاجه كويسه يعني. الله المستعان يعني. خلينا دلوقتي الساعه 12:15، فاضل يمكن اقل من ساعه الا ربع على خطبه الجمعه، بما ان احنا بنمتحن يوم الجمعه. نروحوا كده نتوضوا كده ونصلوا ونرجعوا نكملوا كلامنا في حوار الطاقة ده. ويعني اقول لكم شوية حاجات يعني بالنسبة لي خلتني اعدي الفترة دي كويس يعني، ودي الحاجات اللي انا هقولها دي يعني مش من منظوري الشخصي انا بس، ناس ياما قوي نصحتني بيها يعني، وكنت كاتب قبل كده عندي على الفيس ان انا لو في امر صعب في حياتي وعايز اجتازه ازاي، والرسائل اللي جات لي يعني جميله جدا، فممكن نشارك من بعضها دلوقتي يعني. بس خلينا نروح نشوف الصلاه الاول. عن يوم عرفه، هذا اليوم المبارك الذي اقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فنقرأ قول الحق سبحانه وتعالى من سورة البروج: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ومولانا وبارئنا، اللهم لا تجعل لنا في هذا اليوم العظيم
العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا يا مولانا على البلاء صابرا. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه. اللهم اجعلها بلدا سخاء يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الحمد لله خلصنا امتحانات، ويمكن الواحد دلوقتي مبسوط شويه كتير يعني ان هو خلص الامتحانات. كان في حاجه على قلبه كده وانزاحت الحمد لله. وطبعا خلصنا شغل يعني، ده تاني يوم بعد لما رجعنا تاني الشغل، ده تاني يوم اللي بعدها. فالدنيا كانت صعبه شويه في الشغل، بس فك شويه كتير البني ادم عن امبارح. يعني امبارح كنت مخنوق قوي بصراحه، وكنت حاسس ان انا متضايق، او الاسبوع بتاع الامتحانات ده او الاسبوعين كان خانقني جدا بصراحه يعني. فكان مؤثر على نفسيتي كتير اساسا في التعامل والكلام ده. فالحمد لله خلصت. فكنا بنتكلموا هنا يعني ان انت مش 24 ساعة هيبقى عندك الطاقة، ولا كل يوم ولا طول الشهر هيبقى عندك نفس الطاقة بتاعت اليوم زي اللي بعده زي اللي بعده. ممكن هيجي عليك ايام مش قادر تعمل حاجة، مخنوق مضغوط، ما بتعملش حاجة غير الحاجات الأساسية، اللي هو انت بتصحى تروح شغلك عشان هو شغل لازم تروحه، بيجيلك منه عائد مادي، وبتروح امتحاناتك غصب عنك عشان انت ده امتحانه وتعب السنة كله ما يروحش. بتروح تشتغل بطاقة يا دوب على قد بس الحاجات المطلوبة منك، يعني ما بتحاولش تبتكر او تبدع او ان انت تتحسن في اي حاجة. فدي من الفترات بتاعت الامتحانات يعني كانت مؤثرة فيا جدا بصراحة. فالحمد لله خلصت والحمد لله، ورجعنا لليوتيوب وبننضموا فيديو الفلوج الاول خلاص بقى اسمه فلوج رسمي، وبنعمله واحد تاني هو بنقفلوه ونحطوه ان شاء الله برضو على المونتاج. بس طبعا الكمبيوتر بيموت يعني، فنمنتجوه ان شاء الله وينزل. وفي فيديو برضو هينزل عن عادات هتغير حياتك، المفروض ينزل بعد رمضان بس احنا اتأخرنا فيه يعني. هو متصور والله بس واقف في المونتاج، فاحنا ممكن ننزلوه يعني الفترة الجاية ان شاء الله. وبس كده. من الحاجات اللي كنت عايز اقولها ان الفترة اللي فاتت بوزيتيف انرجي كان محتاج انرجي بجد يعني، فكانش في طاقة لأي حاجة غير دلوقتي يعني. الحمد لله الواحد بقى احسن بكتير. ف استنونا في فيديوهات حاجات جاية كتير. وبس كده. الطاقة مش من الحاجة المستمرة يعني، الطاقة عايزة تتجدد. الحمد لله احنا احسن دلوقتي.